نظرت إلى السماء وقلت يا أتيتك تائبا أتيتك تائبا أرجو نظرت إلى السماء وقلت يا ربي أتيتك تائبا أرجو رضاك أرجو رضاك وأحتمي سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا مكة صورك متين باب السلام فيك مقام الخليل وحجر إسماعيل فيك لما أراد ربنا ينور أراضيك أسبل عليك الرضا وبالصلاة والسلام على خير الأنام حبيبي طبيبي سيدنا النبي يا ربنا يا مجيب توسلنا بالحبيب أن تغفر لفقيدنا اللهم ارحمه بالقرآن وآنس وحدته بالقرآن لا تحرمه رضاك يا حنان يا منان انزل على والسعادة والسرور واجعل هذه الليلة أسعد لياليه برضاك عليه يا رب العالمين من يرحمه سواك يا رحمن
لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر يا إلهي لنا وله وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. واكشف عنا يا ربنا، واكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا وكلنا حيث كنا يا رب. وصل ربي دائما أبدا على الحبيب، على الحبيب سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكانت ختاما لهذه الليلة. تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أيمن الصاوي، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ثم استمعنا إلى فاصل من الابتهالات والأدعية النبوية لفضيلة القارئ والمبتهل الشيخ عبد القاضي، وكانت هذه الابتهالات من ليلة تكريم الحاج مجدي أمين عبد التواب، والد كل من الأستاذ أمين مجدي عبد التواب والأستاذ سامي مجدي عبد التواب والأستاذ صابر مجدي عبد التواب والأستاذ عبد الله مجدي عبد التواب، وأخو كل من المرحوم الحاج كمال أمين عبد التواب والحاج سعيد أمين عبد التواب والحاج صلاح أمين عبد التواب، ونسيب كل من سيادة الرائد أشرف مراد، ونسيب المعلم عاطف عبد الرازق الموان، ونسيب المعلم عماد العبدة. باسمهم جميعا أتقدم إلى حضراتكم وإلى كل من حضر هذا المقام القرآني لتأدية واجب العزاء بالشكر والتقدير، فشكر اللهم مسعاكم جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والشكر موصول للقائمين على هذا الصرح الذي نستظل بظله كبرى فراشة عادل العمدة، والشكر موصول لأصحاب الإنارة الذهبية والصوتيات العالمية صوتيات أولاد بدر ببجاد، والشكر موصول لصاحب الكاميرا العالمية ومخرج هذه الليلة الذي نقل هذه الليلة عبر البث المباشر قناة المهندس صبحي الأجهري للحفلات الدينية. إخوة الإسلام، وكما بدأنا بالسلام ننتهي بالسلام، فسلام من الله عليكم.